بيبدأ الفيلم مع جريك وصاحبته هيسر وهم رايحين لمرسى المراكب علشان يطلعوا رحلة بحرية، وبيظهر ان هم في رحلة سياحية للمدينة وعايزين يأجروا مركب، وده علشان يغطسوا في المية ويتفرجوا على أسماك القرش. وأول ما بيوصلوا بيلاقوا راجل عجوز اسمه ديف، وبيقول لهم ديف ان هو يبقى صديق تيكر صاحب المركب اللي هم عايزين يأجروها. وبيتفاجئوا ان ديف بيحذرهم من الرحلات اللي زي كده، وبيقول لهم ان الشاب اللي طلع الرحلة دي قبلهم عضته سمكة قرش ومات. وفجأة بيجي تيكر صاحب المركب وبيسلم عليهم وبيسألهم لو في حد عارف ان هم جايين هنا، فبيعرفوه انهم جايين في زيارة سياحية للمدينة وان هم طالعين الرحلة دي من غير ما حد يعرف. وبيستغربوا لما تيكر بيقول لهم ان دي احسن حاجة هم عملوها. وبعدها بياخدهم على المركب وبيتحركوا في طريقهم في البحر. وساعتها بيحكي لهم تيكر عن القرش اللي عضه وهو صغير، وبيوريهم جرح كبير في ظهره. فبتتعاطف هيسر معاه وبتسأله لو في حد في حياته، فبيقول لها ان هو طول عمره عايش لوحده. وبعد شوية وقت بيوصلوا لمكان معين في البحر، وهناك تيكر بيرمي طعم لأسماك القرش في المية علشان يتجمعوا حوالين المركب. أما جريك فبيلاحظ إن هيسر متوترة وخايفة إن هي تنزل المية، لكن تيكر بيفضل يتكلم معاها وبيخليها تمارس تمارين معينة للتنفس لحد ما أعصابها بتهدى. وبعدها بيحطهم في قفص حديد وبينزلهم في المية، ووقتها المكان بيكون مليان بأسماك القرش، وده بيخلي هيسر تخاف وتتنفس بصعوبة. لكن جريك بيمسك إيديها وبيطمنها لحد ما بتهدى وبتبدأ تستمتع بالمنظر اللي قدامها. وبعد شوية وقت بيطلعوا على المركب وبيكونوا مبسوطين جدا، وبيقولوا لتيكر إنها تجربة ممتعة. ولكن فجأة بيطلع تيكر خنجر من جيبه وبيطعن جريك وبيرميه في المية، وبعدها بيبص لهيسر بنظرة مرعبة وبيرحب بيها على المركب. فبتترعب هيسر من اللي حصل وبتفضل تصرخ. وفي مكان تاني بنشوف بنت اسمها زافي وهي خارجة من السوبر ماركت، ولما بتروح عند عربيتها بتقابل شاب اسمه موزيس، واللي بيطلب منها وصلة لبطارية عربيته لأنها عطلانة. فبتوافق زافي وبتروح معاه عند عربيته، وأثناء ما بيكونوا في الطريق بيتعرفوا على بعض. وبنعرف إن موزيس بيشتغل سمسار عقارات، أما زافي فهي رحالة وبتتنقل بين المدن باستمرار. ده غير إن هي بتعيش في عربيتها وملهاش بيت ولا ليها أهل. ولما بيوصلوا عند العربية بتعرف زافي إن موزيس بيحب يمارس رياضة ركوب الأمواج زيها، وبيكون واضح إن في بينهم إعجاب متبادل. فبيروحوا بيت موزيس وبيقضوا الليلة مع بعض، وبيظهر إن موزيس مبسوط من وجود زافي معاه، وبيروح يحضر الأكل علشان يتعشوا سوا. لكن بعد ما بيحضر الأكل بيتفاجئ إن زافي سابته ومشيت، وأثناء ما بتكون في طريقها بتلاحظ إن الأمواج عالية جدا، فبتقرر إن هي تنزل تمارس رياضة ركوب الأمواج اللي هي بتحبها. لكنها بتتفاجئ إن هي نسيت مفتاح صندوق أدوات السباحة. فبتبص حواليها وبتلاقي شاحنة راكنة قدامها، فبتروح ناحيتها علشان تدور على حاجة تفتح بيها الصندوق. وفجأة بيظهر تيكر قدامها وبيديها مفتاح ينفع تستخدمه وتفتح بيه صندوق الأدوات، ولكنه بيسألها عن السبب اللي خلاها تيجي لوحدها. فبتقول له إن هي دايما لوحدها وما معهاش حد، فبيتمنى لها إن هي تستمتع بوقتها وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتجيلها رسالة من موزيس وبيسألها هي فين، فبتقول له إن هي راحت عند الشاطئ وهتنزل المية. فبيسألها لو ينفع يجي معاها، فبتفكر شوية وبتقول له إن البحر متاح للجميع. وفجأة بيجي تيكر من وراها وبيخنقها لحد ما بيغمى عليها، وبعدها بيحط لزقة على بقها وبياخدها بعربيته وبيروح على المركب. وتاني يوم بيوصل موزيس للمكان اللي كانت فيه زافي، لكنه بيستغرب لما بيلاقي زافي مختفية وملهاش أي أثر. فبيطلع تليفونه وبيتصل عليها، وبيتفاجئ إن تليفونها بيرن في العربية. فبيقلق عليها وبيقرر إن هو يروح يبلغ الشرطة، لكن لما الضابط بيسأله عن اسمها بالكامل أو عنوانها ما بيعرفش يرد عليه، وبيقول له إن هو اتعرف عليها من 12 ساعة بس. فبيعرفه إن هو مش هيقدر يعمل بلاغ، لكنه بيطلب منه يوصف شكلها، وبيوعده إن هو هيعمل نشرة بأوصافها وهيدور عليها. وتاني يوم بتفوق زافي وبتلاقي نفسها متكلبشة في السرير، فبتتخض جامد وبتفضل تصرخ. وبتتفاجئ لما بتلاقي هيسر متكلبشة في السرير اللي جنبها، وساعتها هيسر بتعرفها إن هما مخطوفين، وبتعرفها إن صاحب المركب ده اسمه تيكر وإنه مختل عقليا. وبتقول لها
لها ان هو قتل زميلها بطريقة بشعة قدامها. واثناء كلامهم بتحاول زافي ان هي تلاقي اي حاجة تفتح بيها الكلبشات لحد ما بتلاقي سلك رفيع ينفع تستخدمه، لكن من سوء حظها ان تيكر بيدخل عليهم وبيكون جايب لهم اكل ومية، فبياخدوا المية منه وبيشربوها كلها لان الجو بيكون حر جدا. وبمجرد ما بيخرج تيكر من الاوضة هيسر بيغمى عليها، فبتستغرب زافي وبتحاول ان هي تفك الكلبشات بسرعة ولكنها بتحس بدوخة. وفجأة بيدخل عليها تيكر وبيقول لها ان هي هتفقد وعيها بعد لحظات، وبيعرفها ان هو كان حاطط لهم مخدر في المية اللي هم شربوها. وساعتها بيشوف السلك اللي مع زافي فبياخده منها وبيقول لها ان هو بيحب الفريسة اللي بتقاوم. وقبل ما زافي ترد عليه بيغمى عليها، وبعد شوية وقت بتفوق وبتلاقي نفسها متكلبشة في كرسي على سطح المركب. ولما بتبص جنبها بتلاقي هيسر متكلبشة على الارض هي كمان. اما تيكر فبيكون واقف وراها وفي ايده كاميرا وبيوجهها ناحية البحر. وبعد كده بيروح لهيسر وبياخد خصلة من شعرها وبيشغل الونش اللي هو رابط فيه هيسر وبيرفعها فوق المية اللي بتكون مليانة بأسماك القرش، وبيبدأ ينزلها بهدوء في المية وهي بتصرخ من كتر الرعب. ووقتها زافي بتفضل تصرخ وبتترجاه ان هو ما ينزلهاش في المية، ولكن تيكر بيتجاهل كلامها وبيبدأ يصور هيسر اثناء ما اسماك القرش بتاكلها. وبعدها بيلف الكاميرا ناحية زافي وبيصورها وهي مرعوبة وخايفة وبتعيط. وبعد ما هيسر بتموت تيكر بياخد زافي وبيحبسها في الأوضة، اما هو فبيروح يحتفل باللي هو عمله وبيفضل يشرب ويرقص بطريقة غريبة. ولما بيخلص بيمسك خصلة الشعر اللي اخدها من هيسر وبيحطها في علبة مع شريط الفيديو اللي هو صوره. وبعدها بيحط الشريط في دولاب بيكون مليان بشرايط فيديو زي اللي معاه. وفي اليوم اللي بعده بيدخل تيكر على زافي وبيديها الاكل، ولكنها بتضرب الاكل برجلها وبتقوله ان هو انسان مريض، بس كلامها ده ما بيأثرش فيه نهائي. وبيقول لها ان هو مغرم باسماك القرش ولازم يقدم لها اكل باستمرار. وبعدها بيسيبها وبيخرج بره الاوضه. وفي اللحظه دي زافي بتاخد بالها من الجردل اللي قدامها على الارض، فبتكسر ايد الجردل وبتعمل منها اداه حاده. وبعد شويه وقت بيرجع تيكر وبيكون معاه حقنه فيها مخدر وبيقرب من زافي وهي نايمه علشان يحقنها بيها، ولكن زافي بتخدعه وبتطعنه بايد الجردل في رقبته، فبيقع تيكر وراسه بتتخبط في السرير اللي وراه وبيفقد الوعي. وبتتحرك زافي بسرعه وبتاخد منه مفتاح الكلبشات وبتفك نفسها، بس لما بتقرب منه علشان تاخد الخنجر اللي معاه بتتفاجئ انه بيفوق وبيمسك ايدها، فبتضربه بقوه وبتطلع تجري من الاوضه. ولكن تيكر بيلحقها قبل ما تقفل الباب عليه، فبتجري منه بسرعه وبتطلع على السلم علشان توصل لسطح المركب. وبيجري وراها تيكر وبيقدر يحقنها بالمخدر، بس هي بتضربه مره تانية وبتكمل في طريقها لحد ما بتوصل لكابينة القيادة. وهناك بتحاول ان هي تتواصل مع خفر السواحل علشان تطلب المساعدة، ولكنها بتتفاجئ ان جهاز الارسال عطلان. ووقتها بتلاحظ ان في سفينة قريبة منها، فبتفضل تنده وتصرخ باعلى صوتها، ولكن مفعول المخدر بيشتغل وبتحس ان هي دايخة. وفجأة بيظهر تيكر قدامها وبيقرب منها، فبتمسك الكاميرا علشان تدافع عن نفسها. وساعتها تيكر بيطلب منها ترجع الكاميرا مكانها، ولكن زافي بترمي الكاميرا في المية وبتنط هي كمان في المية وبتفضل تعوم بكل قوتها لحد ما بتفقد الوعي. فبيسحبها تيكر بخطاف وبيرجعها للمركب تاني. وفي اليوم اللي بعده بنشوف فرق الانقاذ وهم بيدوروا على زافي، وساعتها موزيس بيفضل يفكر هو ازاي ممكن يلاقيها. وفجأة بتيجي فكرة في دماغه وبيفتح تطبيق مخصص لراكبي الامواج، وبنعرف وقتها ان التطبيق ده بيراقب حركة الامواج على كل الشواطئ علشان يساعد راكبي الامواج في ان هم يعرفوا امتى الامواج بتكون عالية. وساعتها موزيس بيشوف عربية زافي بتعدي على الطريق، وبعدها بتعدي عربية تيكر من على نفس الطريق ولكن في الاتجاه المعاكس. فبيدور في الانترنت على اسم شركة تيكر اللي هو شافه على العربية لحد ما بيعرف ان تيكر بيأجر المركب بتاعه للرحلات البحرية. فبيتصل بيه علشان يسأله لو شاف زافي الليلة اللي فاتت، لكنه بيلاقي التليفون مقفول. فبيقرر ان هو يروح لمرسى المراكب علشان يقابل تيكر بنفسه. وفي نفس الوقت بيكون تيكر رجع للمرسى وبينزل من المركب وهو متعصب جدا لدرجة ان هو بيتجاهل ديف وهو بيتكلم معاه وبيسيبه وبيروح يشتري كاميرا جديدة بدل اللي زافي رمتها في البحر. وعلى الناحية التانية بيكون موزيس وصل لمركب تيكر وبيفضل يخبط على باب كابينة القيادة ولكن محدش بيرد عليه، فبيقرر يمشي. وفجأة بيسمع صوت بيكون جاي من تحت سطح المركب، فبيحط ودنه على الارض وبيسمع صوت زافي وهي بتحاول تفك نفسها من الكلبشات
كلبشات، فبيكسر ازاز الباب وبيمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيفتح باب الأوضة، وبيتصدم لما بيلاقي زافي قدامه. وأول ما بيشيل اللزق من على بقها بتقوله إن هي مخطوفة وبتطلب منه يتصل بالشرطة بسرعة. فبيطلع موزيس لسطح المركب علشان يلاقي شبكة ويتصل بالشرطة، بس فجأة بيظهر تيكر وبيوقعه على الأرض. فبيحاول موزيس إن هو يدافع عن نفسه، وفي نفس الوقت بيحاول يتصل بالشرطة ولكنه بيفشل لأن تيكر بيسحبه بالخطاف وبيبعده عن التليفون. وبيمسك تيكر التليفون وبينهي المكالمة بسرعة، وبعدها بيقرب من موزيس علشان يضربه. فبيفاجئه موزيس بضربة قوية وبيوقعه على الأرض، وبيحاول إن هو يخنقه بقوة وبيكون على وشك إنه يموته. ولكن فجأة بيدخل ديف وبيضرب موزيس على دماغه وبيغمى عليه. وبعدها ديف بيسمع صوت زافي وهي بتصرخ وبتطلب المساعدة، وقبل ما يستوعب اللي بيحصل بيضربه تيكر بالخطاف في دماغه وبيخلص عليه. وبعد اللي حصل ده بيفوق موزيس وبيلاقي نفسه متكتف في السرير اللي جنب زافي. فبتسأله إذا كان بلغ الشرطة، فبيعتذر لها وبيقول لها إن هو ملحقش يبلغهم، فبتشكره علشان هو حاول يساعدها. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم تيكر وبيخدرهم، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم متكتفين على سطح المركب. وساعتها بيقص تيكر خصلة من شعر موزيس وبيحتفظ بيها، وبعدها بيرفعه بالونش علشان ينزله في البحر وأسماك القرش تاكله. فبيترعب موزيس لما بيشوف أسماك القرش تحت منه وبيفضل يصرخ بصوت عالي، ولكن زافي بتطلب منه إن هو يهدى وما يتحركش نهائيا علشان أسماك القرش ما تهجمش عليه. فبينفذ موزيس كلامها وبيهدى وبيثبت في مكانه، وفعلا بتعدي أسماك القرش من جنبه وبتمشي من غير ما تلمسه. ووقتها تيكر بيتضايق وبيطعن موزيس بالسكينة علشان يخليه ينزف وأسماك القرش تشم ريحة الدم وتهجم عليه. بس فجأة تيكر بيوقف الونش قبل ما ينزل موزيس في المية، وده لأن هو سمع صوت طيارة بتقرب ناحيتهم. فبياخد زافي وموزيس وبيرجعهم للأوضة بسرعة، وبيفضل يراقب الطيارة لحد ما بتبعد عن المركب. وفي نفس الوقت ده بنشوف زافي وهي بتبص لموزيس وهو مغمى عليه، وبيبان ان هي حزينة وحاسة بالذنب لان هي السبب في اللي حصل له. فبتقرر ان هي تكسر صباعها علشان تطلع ايدها من الكلبشات وتحرر نفسها، ولكن لما بتحاول تطلع ايدها ما بتعرفش، فبتعض صباعها بقوة لحد ما بتقطعه. وبعدها بيجي تيكر علشان يخدر زافي، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي سريرها فاضي. وفجأة بتظهر زافي من ورا الباب وبتخرج من الأوضة بسرعة، وبتقدر ان هي تقفل الباب على تيكر. فبيتحرك تيكر بسرعة وبيحاول يفتح شباك الأوضة علشان يهرب منه. أما زافي فبتكون وصلت لكابينة القيادة وبتحاول تشغل المركب وترجع بيها للشاطئ، ولكن تيكر بيكون خرج من الأوضة وبيفصل لوحة الكهرباء عن المركب بالكامل. فبتحبط زافي وبتحس ان هي خلاص فقدت الأمل ان هي تهرب، ولكن فجأة بتلاحظ ان في جزيرة قريبة، فبتجري بسرعة وبتاخد شعلة علشان تولعها وتبعت رسالة استغاثة. وفي اللحظة دي بيجي تيكر من وراها علشان يمسكها، ولكنها بتضرب الشعلة ناحيته وللأسف مش بتصيبه. فبتجري بسرعة وبتروح تستخبى في المطبخ، وبتمسك طاسة علشان تكسر شباك المطبخ وتهرب، ولكن هدومها بتتعلق في الشباك. وبيقدر تيكر ان هو يوصل لها وبيشدها لتحت بقوة، وبعدها بيهجم عليها علشان يطعنها بالخنجر اللي معاه، ولكن زافي بتضربه بالطاسة ضربة قوية، وفي نفس الوقت بتطعنه بالسكينة في ايده. وبعدها بتنط في المية وبتعوم بسرعة ناحية الجزيرة. فبياخد القارب وبيروح وراها بسرعة علشان يلحقها قبل ما توصل للجزيرة، وبيقدر فعلا يمسكها على الشاطئ وبيحط ايده على بقها علشان محدش يسمعها، وبيفضل كاتم نفسها لحد ما بيغمى عليها. وبعد شوية وقت بتفوق زافي وبتلاقي نفسها متعلقة في الونش. اما موزيس فبيكون متكلبش في الكرسي، وبيكون واضح ان هو خايف على زافي، ولكن مفيش في ايده اي حاجة يعملها. وفجأة بيظهر قرش ضخم جدا في المية، فبينبهر تيكر وبيقول لهم ان هو ده العرض اللي هو نفسه فيه من زمان. وبيروح عند لوحة التحكم في الونش وبينزل زافي في المية. فبتحاول زافي ان هي تتغلب على خوفها وتهدي نفسها، اما تيكر فبيمسك الكاميرا وبيصورها. واول ما القرش بيقرب ناحية زافي بتضربه برجلها وبتبعده. فبيتعصب تيكر وبيمسك الرمح وبيهجم على القرش عشان يستفزه ويخليه ياكل زافي، ولكن القرش بيمسك الرمح من تيكر وبيرميه في المية. فبتاخد زافي الرمح وبتستعد علشان تدافع عن نفسها لو القرش هجم عليها، ولكن القرش بيغطس في المية وبيختفي. فبتستغل زافي الفرصة وبعدها بتتسلق الرمح علشان توصل للخطاف وتحرر نفسها. وساعتها
ساعتها تيكر بيصورها وهو مستمتع بالمعاناة والعذاب اللي هي فيه، ولكنه بيتصدم لما زافي بتقطع الحبل وبتقع في المية، وفجأة بتلاقي نفسها في مواجهة القرش الضخم ده، فبتقف في مكانها وما بتتحركش نهائيا لحد ما بيعدي القرش من جنبها من غير ما يهجم عليها، وبعدها بتقدر ان هي تطلع على المركب، وبتشوف تيكر وهو بيدور عليها في المية، واول ما بيكتشف ان هي واقفة وراه بتضربه بسهم في صدره، فبيقع تيكر في المية وبيحاول يعوم بسرعة علشان يرجع للمركب قبل ما القرش ياكله، ولكن القرش بيطلع فجأة من المية وبيمسك تيكر وبينط لفوق في مشهد مرعب ومخيف، وبعدها بيرجع للمية تاني بعد ما بيكون قسم جسم تيكر نصين. وفي الوقت ده زافي بيتصور تيكر زي ما كان بيصور ضحاياه، وبيجي القرش وبيسحب النص التاني من جسم تيكر وبياخده وبيمشي، ولكن الحبل بيتلف حوالين رجل زافي وبيسحبها في المية، فبيترعب موزس وبيفضل ينده على زافي لحد ما بيغمى عليه، وبعد لحظات بتطلع زافي من المية، وده بعد ما بتكون قدرت تفك نفسها وبتلاقي جثة تيكر قدامها، فبتبعد عنها وبترجع للمركب بسرعة، وأول ما بتوصل بتحاول تفوق موزس ولكن بدون فايدة، وساعتها بتشوف مركب معدية من قدامهم، فبتجري بسرعة وبتولع شعلة وبتقف على قمة المركب، وبتفضل تشاور للمركب التاني علشان تيجي تنقذهم، ولحسن الحظ بيشوفها قائد المركب وبيتحرك ناحيتها، فبترجع زافي لموزس وبتحاول تفوقه وبتترجاه ان هو يفضل عايش لان هي بتحبه وما تقدرش تعيش من غيره، وفي اللحظة دي بيفوق موزس وبيقول لها ان هو كمان بيحبها، ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.